احلى فراخ تاكلوها. انسي اي طريقه للفراخ المحشيه وتعالى اقولك على طريقه سهله وبسيطه وسريعه جدا. مش هتعملي اي حاجه جنبها غير شويه شوربه وتبقى تمام التمام. هجيب الفرخه طبعا هظبطها كويس واغسلها، ودي حاجه بتاعتك بقى. بشرت بصلايه وطماطمايه، ونزلت بقى ايه عندي بملح وفلفل وكمون وشويه آه، اللهم صلي على النبي، كركم وشويه بهارات فراخ وليمونه مع الخلطه دي. وهبدا الخلطه دي اضربها كويس قوي بايديا كده اهو، واخلي الفرخه اعمل لها حته مساج. يا بختها والله. اهو بصوا، من جوه ومن بره. جيت بقى جبت هنا شويه رز خلطه بتاع المحشي والله عادي جدا، ورحت حاشيه الفرخه. بس قبل ما احشيها كده انا سبتها في التتبيله البصل والطماطم دي شويه اهو، كلفتها وسلقتها نص سلقه لان كنت محتاجه شويه شوربه. وبعد كده عملت لها الصوص اللي انا هدهنه بيها اللي هو ايه. ضربت طماطمايه، حطيت عليها كركم، حطيت شويه سمنه، وحطيت شويه فلفل وملح وشويه بس. وكل ده دهنت بيه الفرخه ودخلتها الفرن، وكانت احلى فراخ. طبعا الكركم بيديها لون تحفه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. عارفه ان فيديو صغير كده، بس بحبكم في الله وعايزاكم تشاركوا الفيديو لاصحابكم لو عجبكم. اهو دهنتها ودخلتها الفرن، وما خدتش اي وقت، ووجبه كامله متكامله. الفرخه فيها الرز بتاعها وعملت جنبها شويه شوربه. وبصوا بقى الدلع والجمال. بصوا بصوا بصوا. الله الله. شويه لسان عصفور جنبها. واشوفكم على خير في فيديو جديد.